بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. النهاردة بقى يلا كده تعالى نفرش أوضة الأطفال مع بعض. طبعا كنت منزله لكم فيديو قبل كده ان انا مسحت الحيطان وعملت الشباك وتحت السراير ونفضت المراتب وكل حاجه. هنا برضو الشباك كان مطرب سيكه، وانا حاطه حته قماشه كده عند الشيش عشان التراب ما يدخلش جوه. المهم نفضته كده وقفلته، بس انا ما قفلتش الشيش عشان قلت برضو لسه الدنيا حر سيكه بالنهار، فقلت برضو الاوضه تتهوى. المهم رحت بقى جبت الستاره وعلقت الستاره. اول مره هي كانت هتاخد وقت واخدت وقت كتير قوي وانا بعلقها. اول مره احط النازله دي حطيتها مع الستارة كده، وهي ماسورة واحدة، فانا فكرت يعني عملت لها اختراع كده اصلا. رحت بقى كده نفضت المرتبة وقلبتها يمين وشمال، ورحت طلعت الميلاد دي تاني مرة افرشها. كنت فرشها مرة واحدة بس في العيد، فقلت افرشها بقى كتير ما فرشتهاش. المهم فرشت بقى السرير كده، وبرضو كنت مسحة السرير كده من فوق ومفروش اي حاجة. المهم هروح بقى اظبط السرير كده، وجبت اكياس المخدات ولبست كمان الكسوة بتاعت المخدات. الملايات دي المخدات بتاعتها مش نفس اللون او النقشة بتاعت القماش، هي المخدات بتاعتها لونها ابيض كده. المهم خلصت بقى اول سرير، طبعا احنا كنا مسحين تحت السرير ومظبطين الدنيا ومفيش اي حاجة، وحطيت المخدة الصغيرة دي برضو كده تغيير كشكل كده على السرير. رحت بقى على السرير التاني برضو غيرت برضو الملايات، كنا احنا نايمين عليها، وساعات برضو بقعد في اوضه الاطفال برضو، يعني معظم وقتي قاعده في اوضه الاطفال دي، لان مش يعني انا ما عنديش غير البلكونه والسفرة والصالون، فانا مش طول النهار ممكن اقعد في الصالون عشان برضو في الصالون مفيهوش تلفزيون او كده. ف يعني معظم وقتي كله قاعده في اوضه الاطفال، فعلى طول بتتبهدل معايا. المهم رحت برضو على السرير التاني كده، برضو مسحته وظبطت المرتبة وخليته يعني شكله حلو، ومعجبة جدا جدا بالستارة. كانت الأوضة اللي هي الستارة بس البيضة اللي نازلة، فالنازلة عاملة ليها شكل، وكمان البيج في البني منطق الأوضة. برضو فرشت نفس خلاص السرير برضو التاني. شلت بقى الكومودينو مليان حاجات ده كده فضيته. والله يعني انا بص ربنا هو اللي مقدرني ان انا اعمل كل الحاجات دي، مع ان الكومودينو والله تقيل وفي حاجات كمان من جوه، بس الحمد لله ربنا بيسترها معايا. جبت بقى اللي هي الميه بالخل اللي انا حطاها في البخاخه دي، وجبت مناديل ومسحت الكومودينو كده من الجناب والازاز، وعدلت المفرش اللي هو من تحت، وحطيت عليه مفرش تاني اللي هو هحط عليه الاباجوره. المهم بقى جبت كده المكنسه بالكهرباء وبدات ان انا الم كل التراب. صراحه ما رضيتش اكنس بالمكنسه اللي هي العاديه، هتبهدل لي الدولاب وفي حاجات ممكن تخش تحت السرير تاني، فانا صراحه ما رضيتش، عملت بالمكنسه بالكهرباء. برضو البف ده انا هنا مظبطاه، وهنا ظبطت اللي هو السماعات دي عملتها بالشكل ده. الدولاب برضو انا كنت مسحاه معاكم الفيديو اللي فات، برضو مسحته كده يعني يا دوبك تلميعه مش اكتر، لكن الازاز معايا كان لونه مغير شوية كده، بدأت ان انا بقى امسح برضو الازاز بالمناديل بالجوانتي اللي معايا ده، وخليت الازاز بيلمع. بس يعني هي الأوضة ما خدتش معايا نص ساعة، بس عشان انا برضو التصوير وان انا بودي مثلا الكاميرا هنا بظبط الستاند كده، لكن انا يعني هي ما خدتش معايا وقت، لان هي كانت نظيفة وانا كنت عاملة فيها يعني كل حاجة، من مسح حيطان تحت سراير كل حاجة. المهم خلصت بقى كده الدولاب، وهبتدي ان انا بقى اروح امسح الارض. مليت بقى الجردن كده، جبت مية نضيفة وجبت المعطر، هتشوفوه دلوقتي. المعطر ده كنت شايفاه عند كام حد كده وكان نفسي اجيبه، النهارده نزلت اجيب حاجات فلقيته، فحطيت كده من الارض في الميه بتاعه الارض بريحه اللافندر. لغايه دلوقتي انا بدخل الاوضه والله والريحه حلوه جدا
في الاوضه. بدات بقى ان انا امسح كده مكان مكان الكومودينو الاول. وانا اول حاجه يعني ان انا برضو شفطت التراب، ان هي اهم حاجه ان انتي تكنسي الارض الاول وبعد كده تمسحي. ما ينفعش تمسحي على طول عشان ممكن الارض بيبقى فيها تراب، ممكن هيعمل معاكي طينه، مش هيتلم التراب من الارض. المهم بقى بدأت كده ان انا امسح ما بين السريرين، وهنزل بالكومودينو، ورحت برضو من ناحية البف اللي هو هناك ده برضو مسحت وخليت الارض بتلمع. بدأت بقى سبتها تنشف خالص، وبعد كده جبت السجادة، بدأت ان انا افرش السجادة دي كبيرة شوية، قلت اريح المشاية اللي هي كانت بين السرير، فصراحة ما كنتش عايزة افرشها. وبعدين داخلين على شتاء وانا عشان في الدور الاخير، فالجو عندي هيبقى صعب شوية غير الادوار اللي هي بتبقى تحت. فانا على قد ما هي بتبقى حر في الصيف جدا، هتبقى تلج في الشتاء، فانا قلت افرش السجاده الكبيره دي. السجاده دي انا كنت بحطها في البلكونه، بس صراحه استخسرتها فهحطها كده في الاوضه. وربنا قدرني، والله ربنا بيسترها على عبده. يعني طول ما انتي مع ربنا، ربنا هيسترها معاكي. رفعت السريرين ودخلت السجادة في السرير ده، تحت السرير ده وتحت السرير ده، وبرضو من ورا الفيديو كده يعني برا الكاميرا جبت المكنسة وشغلت المكنسة. بس ده بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا الأوضة، وبعد الفيديو كمان عطرتها. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وجمعة مباركة عليكم، وصباحكم زي الفل والورد والياسمين. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.